ندمت إني أعلنت إن شادي ابني مدمن مخدرات، وزعلت عشان ما سلمتش عليه قبل ما يموت. تعالوا نشوف الحكاية إيه. قال الفنان عادل الفار في حوار مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي: وأنا في مرضي محدش سأل عليا من الوسط الفني، اللي كان بيزورني خالد عجاج وسامح يسري، وبعاتب على مصطفى قمر ومحمد فؤاد اللي ما سألوش عليا وإحنا جيل واحد. كنت مريض بالكبد وكنت في شبه غيبوبة لا أستطيع الكلام، ودخلت المستشفى والحمد لله عدت على خير. وابني كتب وقتها: ادعوا لأبي بالشفاء. وجت حكاية جوازه من المعجبة. بيقول عادل الفار: كان خالد عجاج عامل حفلة في رأس السنة، وغنيت في الحفلة، فلقيت سيدة بتكلمني وقالت لي أنا معجبة بيك، وكانت مصممة على الزواج. اتجوزنا في السر وقعدت معايا 6 شهور وتم الطلاق، بس زوجتي مخلصة وأصيلة ووقفت جنبي، وأنا دايما في أمس الحاجة إليها، وأنا كنت شقي جدا وأنا صغير، والحمد لله دلوقتي بصلي وبدعي ربنا يسامحني، وبحبها جدا وغلطت في حقها كتير وقلت لها سامحيني وسامحتني. وكمل عادل الفار حكاية وفاة شادي ابني. قال الفنان عادل الفار: توفى شادي وكانت صدمة كبيرة ليا، وابني كان تعبان وراح المستشفى هو ووالدته. كنت زعلان منه لأنه كان بيدخن كتير في الفترة الأخيرة وما كانش بيسمع الكلام. اتصدمت بخبر وفاته تاني يوم، رحت له المستشفى وبكيت بشدة لما شفته متوفى من غير ما ودعه. وفي تصريح سابق لعادل الفار قال فيه: أنا ارتحت إن ربنا أخده واستريح، لأنه للأسف كان مدمن مخدرات وتعبنا كتير من المشاكل اللي كان عاملها، غير إن كان عنده كذا قضية ومستقبله راح وفقدت السيطرة عليه. أنا زعلت وندمت إني أعلنت عن إدمانه، الله يرحمه ويحسن إليه ويسامحه. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.